شيء لا يعقل، شيء لا يعقل. أخطاء فنية وأخطاء تحكيمية في مباراة الأهلي والبنك الأهلي. بالنسبة للأخطاء الفنية ليسرب: استمرار الشناوي في الملعب، استمرار كوكا في الملعب، استمرار محمد بن رمضان في الملعب، التغييرات غلط في غلط، التشكيلة غلط في غلط. للأسف الشديد يسرب بياخد ملايين عشان يلعب كوكا باك شمال ويلعب بن رمضان طول المباراة، وأحمد عيد اللي لسه جاي جديد، ولسان وطا بيلاعب كموش الوافد الجديد. اخطاء فنيه بالجمله سواء في التشكيل او في التغييرات. بالنسبه للاخطاء التحكيميه الكارثيه لمحمود ناجي الباشا الزملكاوي، كان في ضربه جزاء في الدقيقه 82 لمروان عثمان، والوقت بدل ضايع هو ضيعه للاسف الشديد. ادى 5 دقائق بدل 10 دقائق. للاسف الشديد مرار في مرار للنادي الاهلي مع يسرب، وخصوصا مع هذا التعادل هيفقد المركز الثالث وهيتراجع للمركز الرابع في حاله فوز نادي الزمالك على كهرباء اسماعيليه. للاسف الشديد ما باليد حيله مع يسرب في الدوري المصري مع النادي الاهلي.